حضرنا هذا المؤتمر الحقيقة هو مواضيع اللي انطرحت بالمؤتمر مواضيع هي مهمة وجيدة وتتعلق بالمكونات والأديان والقوميات والمطالبة وكيفية المطالبة بحقوق القوميات والمكونات، وخاصة المكون الإيزيدي من المكونات اللي هم عانوا من هجوم داعش عليهم، والمظلومية الأكبر هي وقعت على المكون الإيزيدي. فالمواضيع اللي انطرحت هي مواضيع مهمة، واللي أني كما رأيت أكو حماس واهتمام لمعالجة هجوم داعش وتأثير داعش على هؤلاء المكونات وعلى هذه المناطق. المطلوب في اعتقادي على منظمات المجتمع المدني أن يعملون والتكاتف فيما بينهم والتكاتف فيما بين المكونات والأكراد، تكاتف فيما بينهم ويشكلون قوة أكثر على داعش. بالنسبة لموقف تركيا، الحقيقة تركيا موقفها غير جيد باتجاه العراق بشكل عام، وتجاوز وهجوم اللي تقوم بها تركيا على شمال العراق وخاصة على سنجار، أنا أعتبره هو تجاوز على العراق وعلى السيادة الوطنية. أكيد هاي فرصة وتشجيع لداعش، هذا تشجيع لداعش، وبالتأكيد القصف اللي يقع على حتى سوريا هذا تجاوز السيادة الوطنية السورية يفترض، وتجاوز على السيادة الوطنية العراقية يفترض من الحكومات، سواء كانت الحكومة السورية أو الحكومة العراقية، أن يتخذون إجراء ويخلون حد إلى تركيا على هذا التجاوز.